رمضان كريم. حلا لازم يكون موجود بشهر رمضان. رفيق شهر رمضان هو عبارة عن عجينة هشة وطرية وبحشوات متعددة. رح أعلمكم اليوم طريقة تشكيله وطريقة عجنه والحشوات المتعددة اللي فيه. قبل ما نبلش شو رأيكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، ويلا لنبلش بالطريقة. أول شي بنستخدم حليب دافي، مو سخن، دافي بده يكون، وكمان مي، كاسة حليب وكاسة ماء، الاثنين دافين. نص كاسة سكر، معلقة كبيرة خميرة، واثنين بياض بيض، نص كاسة زيت. نخلطهم مع بعض خلط عادي لحتى كل المكونات تفوت مع بعضها. هلأ هون عندي 7 كاسات طحين ناخلتهم مع رشة ملح. نزل أول شي نصهم، مو كل الطحين نزله سوا، وبخلط لحتى يختفي الطحين. برجع بنزل كمية تانية. هون نزلت الكمية التانية. وهلأ بقى بدي أعجنهم عجن. هون عجنتهم منيح منيح بقلب الزبدية. بعدين هلا بحطهم على الكاونتر مشان اقدر اعجنهم، لانه بدهم ياخد معي يعني اقل شي 10 دقايق عجن منيح. بدك تعجنيهم لحتى تصير معك عجينة ملسة وهشة. بعدين حطيتهم ريحتهم بزبدية فيها كمية زيت منيحة. لحشوة التمر حطيت تمر ومعلقة قرفة ومعلقتين زيت. فيكم تحطوا معلقة سمنة. عجون التمر حطيت حتى صارت معي مثل عجينة. بخلطهم كل المكونات هدول لحتى يصير معي مثل عجينة. هلا بالنسبة لجوز الهند حطيت تقريبا 4 معالق جوز هند وكمشة زبيب، وحطيتهم لحتى يتماسكوا مع بعضهم معلقتين دبس العنب، بس لحتى يتماسكوا مع بعضهم. هون ارتاحت عندي العجينة، خليتها ترتاح لمدة ساعة. شايفين شلون صارت طرية وهشة كتير؟ العجينة كتير طيبة. عم فرغ منها الهواء مشان بعدين شكلها، اعملها كرات صغيرة. هلا هون ما شاء الله حسيت العجينة كتير كبيرة، فقسمتها قسمين مشان احسن اشتغل فيها بريحة. قسم حاشتغل فيه وقسم التاني بده يكون مغطى مرتاح، لازم يكون متغطى مشان ما ينشف. هلا هذا القسم بمده بشكل مستطيل حتى يسهل معي التشكيل، وبقطعه على شكل كرات. هلا هون مشان اخلي الكرات تقريبا مثل بعضها القياسة، عملت انه مثل بالاصبع، حددت اصبع وقطعت كل وحدة على طول الاصبع، يعني مشان يطلعوا كلياتهم مثل بعضهم كرات. بس بعدين حسيت انه كمان كبيرة، فقطعتها قسم، يعني حطيت مثلا من نص الاصبع مو كله. انت فيك تقطعيها مثل ما بدك. وانا حسيتها كبيرة فعم لكم انه من نص الاصبع اخذت نص الاصبع وقطعتها.
هلا عملتها كرات وحتركها لترتاح تقريبا 10 دقايق، بغطيها منيح بتركها ترتاح. هلا اخذت اول كرة، دائما لازم يكون معك قدامك زيت مشان يسهل عليك التشكيل. بمدها بشكل انه تكون رقيقة، بدك بالشوبك بدك بايدك. طبعا كمان الشوبك حطيله زيت مشان يسهل مدها وتشكيلها. مدها لحتى تصير دائرة رقيقة. والتمر بعمله على شكل يعني اصبع مشان احطه بقلبها. شايفين التمر شلون عملته؟ هلا بلفه لفة على التمر. بعدين عندك سكينة، عندك من هاي القطاعة اللي بدك اياها فيك تشكليها. فيكي بسكينة عادية انك تساويها. وهلا بلفها كلياتها وبأكد بلفها منيح مشان أكد إن كلياتها تلتزق العجينة مع بعضها وحتى تطول شوي. بعدين كمان بلفها على شكل دائرة، بعملها مثل دائرة. شايفينها عملتها مثل دائرة. عم سكر الأطراف منيح مشان تتسكر. وهذا شكلها النهائي. بحطهم على ورق زبدة بصينية، على ورق زبدة. كمان بعد التشكيل بدي اتركها ترتاح شي 10 دقايق او ربع ساعة. هلأ بدي اعملها سادة. فبعد ما فردت العجينة بشكل رقيق، كمان بلفها هيك رول، بس باخد طابتين هون. هاي اول طابة لفيتها هيك على شكل رول طويل. عم حاول خليها تكون رفيعة مو سميكة ومدة اكتر. هاي الطابة الثانية هلأ كمان ساويتها. ساويتهم تنتين قد بعض طول بعض. هلأ باخدهم بحاول ثبت الراس من فوق، بلف وحدة على وحدة. شايفين هلأ عم ثبت الراس من فوق وبلفهم على بعضهم. بضل هيك عم لفهم. بعدين برجع بساويهم بشكل دائرة، بسكر الأطراف منيح. هلا حشوة الزبيب والجوز الهند بس عملتها دائرة ورققتها كتير، وبعملها بس أحط الحشو بقلبها وبسكرها تسكيرة عادية، ما بدها شي. يعني هي انتي حاول الأشكال اللي بتحبيها عمليها، بس بسكرها منيح، تأكد انها سكرت منيح من تحت. واخر وحدة عنا هي شوكولاتة دهن. مدها على العجينة وبلفها رول اول شي، بعدين بلفها بشكل دائرة. بتأكد انه كلها مسكرة. لفيتها هلا هيك على بعضها رول صغير لحتى صارت كلياتها مع بعض. بعدين هلا بلفها على شكل دائرة. بس هاي الاشكال وهي الحشوات الاربعة. طبعا بتركها هلا تتخمر شي ربع ساعة مغطاية اكيد. بكون انا مجهزة الفرن على حرارة 200. بشغله بحطه بس من تحت، بحط الصينية بس من تحت. اول شي بدي ادهنهم هلا بعد ما ارتاحوا بدهنهم ببيضة، صفار البيضة. بحط لها انا معلقة حليب ومعلقة نسكافيه. لازم ادهنهم بعد ما يتخمروا. وقت عم بدهنهم بدي انتبه اني ادهنهم من تحت لفوق، مو من بالعكس، مشان ما ينتزعوا الاشكال او انه يفتحوا يعني مطرح ما مسكر يفتح. فبنتبه كتير انه لازم ادهنهم بطريقة من تحت لفوق. فيكم ما تحطوا نسكافيه اذا بدكم اياها لونها فاتح. طبعا لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصيرلكم وصفات كتير حلوة. هلا هون كمان حطيت عليهم سمسم.
وهلا بدي ادخلها على الفرن الحامي على حرارة 200، حامي من نص ساعة، على الرف الاخراني بحطها. بياخدوا تقريبا يعني انا اخدوا معي تقريبا شي 12 دقيقة 10 دقايق مو اكتر. شايفين على اخر رف بحطهم. شوفوا هلا شلون بعد تركتها طلعتها من الفرن وبتركها بغطيها وبتركها لحتى تبرد. شوفوا هلا شلون طلعت هشة وطرية، على فكرة ضلت هيك لتاني يوم، كتير طرية وكتير هشة. هي السادة بتدوب دوبان بتتم، وضلت هيك لتاني يوم. بس المهم انكم دائما تخلوهم مغطاين. وهذا الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم وتجربوا الوصفة كتير طيبة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة. باي.